وصفتنا النهاردة لعشاق السينامون رولز. النهاردة هنعمل كيكة السينابون بطريقة يعني مفيش بعد كده، سهولة ومقادير متوفرة في البيت ومقادير اقتصادية، وهتطلع معاكي أحلى من أي كيكة ممكن تجربيها. فعلا هتنسي بقى أي نوع كيكة انت جربتيه بعد كده، وهتدمني كيكة السينامون أو كيكة القرفة النهاردة اللي هنعملها بطريقة سهلة واقتصادية جدا جدا. هتطلع معاكي هشة وطعم مفيش بعد كده. كل اللي بيحب السينابون ومستصعب بقى وهيعمل عجينة وتخمير وكده، اعملي الكيكه دي على طول بنفس طعم السينابون ونفس الصوص ونفس التوبنج اللي هنعمله كده من فوق، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. احلى كيكه بالقرفه او احلى كيكه سينابون ممكن تجربوها. قبل ما نبدا في المقادير تعالوا كده، لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. اول حاجه كده هحضر المكونات الجافه. معايا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق يكونوا منخولين، فانا هنخلهم كده بالشكل ده. هحط عليهم معلقتين كبار من النشا، هحط كمان عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، واقلبهم كويس جدا مع بعض. ودي كده تبقى المكونات الجافه. اركنها كده مع بعض كويس قوي، او اقلبها كده كويس قوي واركنها، ونشوف باقي المكونات هنعمل فيها ايه. في الخلاط بقى زي ما قلت لكم كده سهله وسريعه ومش هتاخد مننا وقت. في الخلاط هحط كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الزيت. ده كله كده في الخلاط. هحط كمان 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليهم كمان شوية من الفانيليا، سواء سايلة او بودر المتوفر عندك. احط كمان معلقة كده كبيرة من الخل، واضربهم كويس جدا كده ميكس كده مع بعض في الخلاط لحد لما السكر يدوب والخليط يبقى معايا هش وكريمي. بعد كده ما يتضرب هنشوف هنحطه على الخليط المكونات الجافة اللي احنا حضرناها في بداية الفيديو. شايفين الخليط هش ازاي وابيض وكريمي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. احطه كده على المكونات الجافة واقلبهم كويس جدا مع بعض لحد لما دي يختفي تماما وتبقى الخليط ناعم معانا وهش. شايفين قد ايه الكيكه هشه ازاي وفيها فراغات كده وفيها هوا من جوه، جميله جدا. اللون فاتح وتطلع لنا معانا الكيكه في منتهى الجمال. شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هعمل بقى ايه كده في الخليط دوت. هبدا ان انا اقسمه، هاخد بس تلت الكميه، تلت الكميه مش اكتر من كده. هي دي اللي احنا هنطعمها بطعم السينابون او القرفه. فاخد كده حوالي كده تلت الكمية من العجينة او خليط الكيك الفانيليا، والتلات ارباع الباقي دوت اركنه على جنب. هبدأ بقى كده اجيب معلقة كبيرة من الكاكاو، كاكاو خام كده معلقة مليانة، ومعلقة مليانة برضو كبيرة كده من القرفة. تقدري تزودي في القرفة او تقللي على حسب النكهة انت بتحبيها قوية ولا لا. انا بحبها قوية جدا، فحطيت كده معلقة كبيرة مليانة كده من القرفة. وببدأ كده جنبي ربع كوباية من الحليب، وببدأ ان انا ازود شوية بشوية لحد لما القوام يوصل. طبعا احنا حاطين كاكاو وقرفة فبيتقل معانا العجينة، فعشان كده بنزود الحليب معاه، بحيث ان قوام العجينة ديت اللي بالقرفة وبالشوكولاتة تبقى نفس قوام العجينة اللي بالفانيليا. اقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وتقريبا هي خدت مني يعني ربع كوباية الا معلقة، ووصلت معايا بنفس القوام اللي بتاع الفانيليا. شايفين القوام عامل ازاي؟ نفس القوام الفانيليا بالظبط. هوريهولكوا برضو. دي كده معانا كده يعني الحشوة بتاعت السينامون يعني خطيرة ريحتها، يعني بصوا ما اقولكمش هتعجبكم جدا جدا، كأنكم فعلا انتوا واقفين وبتحضروا سينامون. القالب بقى اللي احنا نحضر فيه، اي قالب عندك متوفر مدور اللي فيه فتحة، ايا كان القالب مش هتفرق. بجيب بقى كده بكون مبطناه كويس قوي بالدقيق والزبدة او الزيت. وبعد كده بحط نص كمية من الخليط الفانيليا، وبعد كده بحط نص الكمية كلها بتاعة خليط السينابون او الحشوة اللي احنا عملناها اللي هي بالشوكولاتة وبالقرفة في النص كده. يعني الاول حطيت نص الكمية من خليط الفانيليا، بعد كده الكمية بتاعة القرفة والشوكولاتة، وبعد كده نص الكمية الباقي من خليط الفانيليا. ببدأ كده ان انا اوزعهم كده عليه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. شايفين بالشكل ده؟ اديها بس كده تخبطتين كده بحيث ان اي فراغات كده هوا كده واسعة تطلع من الكيك، عشان كده ما تزعجنيش بعد ما تستوي الاقي كده فيها فراغات كبيرة. تدخل الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد من 30 ل 35 دقيقة، بتطلع معانا في منتهى الجمال والقمر والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. بجد ريحتها وطعمها وقد ايه هشة ومرتفعة وجميلة جدا جدا واقتصادية، وب2 بيضة بس يعني عملنا الجمال اللي انتوا شايفينه ده.
شايفين ما شاء الله بتطلع بقى من الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180، الفرن يكون ساخن من قبليها وتطلع معانا بالجمال دوت. اول ما بتطلع طبعا بسيبها تبرد كده براحتها، وبعد كده بنبدأ نقلبها ونحط عليها الصوص السينابون او صوص الجبنة مع الكراميل الشوكولاتة اللي متوفر بقى عندكم والحركات اللي انتوا بتحبوها. الصوص ده بقى انا كنت عاملاه معاكم في فيديو السينابون نفسه، وكان ده الباقي يعني منه، ولكن هكتب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. هو سهل جدا وبسيط، هو عبارة عن جبنة كريمي جبنة كريمي وزبدة وسكر بودرة. التلاتة دول بحطهم على بعض بنفس المقدار، وببدأ ان انا اضربهم كويس جدا لحد لما يعملوا لي صوص الجبنة اللي انتوا شايفينه ده، سواء في الخلاط بالمضرب على ايديكي بتضربيهم مع بعض بحيث ان هم يطلعوا لك القوام ده. هكتب لكم برضو المقادير بتاعته في صندوق الوصف، وهحط لكم برضو لينك الفيديو لو حابين تشوفوه. برضو عاملة فيه السينابون وصفة يعني تحفة، وكمان الصوص بتاعه بجد خطير. ده كله هحطه لكم برضو في صندوق الوصف لو حابين. حطيت برضو كده زينته بصوص من الكراميل كده من فوق، وبعد كده زينته بعين الجمل. طبعا كده اكتملت وصفة كاملة متكاملة، يعني كأنك بتاكلي السينابون من احسن محل في مصر كلها. فجربيها كده وهتعجبك جدا. وصفة سهلة وسريعة، وبدل ما نفسك في سينابون ومش قادرة بقى ان انت تعجني وتخمري وتسوي والكلام ده كله، دي وصفة على طول كده في الخلاط، بعد كده بتدخليها الفرن بتطلع معاكي في ثواني وبتاكليها دافية او سخنة. بجد في كل حالاتها خطيرة جدا، والصوص اللي عليها خطير كده محسسك فعلا بطعم السينابون الاصلي. شايفين قد ايه الكيكه هشه وطريه من جوه؟ بجد مفيش بعد كده، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بسيطه وسهله واقتصاديه، وبجد نفس طعم السينابون اللي احنا بنعمله. يا رب ان شاء الله النهارده الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.